السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي في كل مكان. اتمنى لكم الصحة والسعادة دايما كده يا رب ان شاء الله. النهاردة معايا يا جماعة كده حاجة غريبة عجيبة اول مرة اشوفها اسمعها في حياتي. مش عارفة الزمن اتشقلب ولا ايه اللي حصل في الدنيا وعجبي على الدنيا، وكل يوم والتاني بنسمع حاجات غريبة عجيبة في الدنيا. هو يا محور اللي حصل يا محور طبعا يا جماعة. الفنان محمد فؤاد من كام ساعة كده طبعا يعني احتفل بزواج بنته بسملة. طبعا الفرح كان جميل طبعا بحضور فنانين ومغنيين والكلام ده كله، فرح فنان بقى وفرح بنت فنان والكلام ده كله، وانتوا عارفين المجاملات وكده. لكن اللي استوقفني في الفرح هو مشهد غريب جدا جدا، عجيب غريب قوي يا جماعه. ايه هو؟ ان محمد فؤاد بيبوس ايد عريس بنته. شايفين؟ طبعا هما برضو يعني البنت برضو والولد في نفس الوقت راحوا بايسين ايده، لكن ان هو يوطي يقبل ايد عريس بنته دي حاجة غريبة عجيبة قوي. دي حاجة انا عمري ما شفتها خالص. يعني عايزة اقول هل هو عمل لقطة زي كده عشان خاطر ان الفرح يطلع ترند، ولا مثلا عمل كده دي كانت حاجة عفوية منه؟ لكن بصراحة انا طالعة هتكلم معاكم من وجهة نظري انا ومن وجهة نظر ناس كتيرة قوي في التعليقات. طبعا اتعرض الفنان محمد فؤاد لتعليقات سلبية كتيرة قوي على اللقطة ديت. ليه بقى؟ لان المفروض ان في الاول وفي الاخر جوز البنت بيبقى زي الابن وكل حاجة، لكن هو مش ابني. وحتى لو ابني المفروض ان الابن هو اللي بيبوس ايد ابوه في اليوم دوت وايد امه، مش اني انا اللي اروح ابوس ايد ابني في يوم زي كده. انتوا فاهمين يا جماعه النقطه اللي انا عايزه اكلمكم فيها، او الحاجه اللي انا عايزه اتكلم معاكم فيها بصراحه؟ اللي انا عايزه اتكلم معاكم فيه يا جماعه ان ما ينفعش، وده يعتبر هيخليه بعد كده يعني ان الولد يبقى شايف نفسه عليه شويه، وشايف نفسه برضه على بنته شويه كبيره يا جماعه. الاصول والعادات والتقاليد حتى المصريه واي عادات وتقاليد حتى يعني بتاعت اي دوله واي مكان، ان ما ينفعش اللقطه دي ابدا ان هي تحصل ابدا. ما ينفعش انها كانت تتصور، ما ينفعش انها كانت تطلع من حماه لعريس بنته. ما ينفعش. ازاي محمد فؤاد يعمل حاجه زي كده؟ ازاي يا جماعه؟ يعني مثلا المفروض دلوقتي من بعض التعليقات طبعا ماشي يبوس ايد بنته، يبوس بنته تبوس ايده، طبعا ده شيء طبيعي جدا ان هو يوطي يبوس ايد. حتى في اللقطه يعني العريس ما حاولش ان هو حتى يسحب ايده او يشد ايده حتى في اللقطه، يعني يقول له يا عم ايه اللي انت بتعمله ده، انا اللي ابوس ايدك. لا، ده احنا شفنا اللقطه حتى لو يعني ليه نظره كده كمان، يروح كمان هو اثناء هو كمان بيبوس ايده. بصراحه اللقطه ما كانتش حلوه خالص خالص. دي فعلا تقلل من البنت نفسها، تقلل من الفنان محمد فؤاد، تخلي الولد فعلا يشوف نفسه شويه على البنت. برضو ده ابوكي باس ايدي، يعني حاجه كبيره قوي والله بجد. انا مش عارفه ازاي طلعت منه حاجه زي كده. هل دي طلعت منه عفويه؟ انا مش عارفه ازاي كان الفنان محمد فؤاد يعمل حاجه زي كده. ما كنتش يعني بصراحه انا كنت مذهوله وانا بشوف اللقطه اللي هو عملها ديت. حاجه كانت غريبه جدا، حاجه انا اول مره اشوفها في حياتي. الزمن اتشقلب حاله زي ما قلت لكم. الطبيعي والامر الطبيعي ان الولد هو اللي بيوطي ويبوس ايد ابوه، يبوس ايد امه. لكن والعكس صحيح برضو، يعني انا عادي برضو لما امسك ايد بنتي ابوسها في فرحها، ده شيء طبيعي وده شيء عادي. لكن ان ابوس ايد جوز بنتي، طب ازاي؟ ومش كمان يا ريت الام او الحما، لا ده الاب نفسه. المفروض ان الاب دوت اللي هو القدوه، المفروض ان الاب دوت هو الظهر، هو السند للبنت في حاجه زي كده. في اي وقت يحصل مشكله في اي حاجه يبقى هو حاجه كبيره. حتى لما يبقى في اي حاجه اجري مثلا تجري البنت على بابا، حصل واحد يعرف يجيب لها حقها. انما انت كسرت نفسك وذليت نفسك وكسرت بنتك في حاجه زي كده، في موقف زي كده. ودوت رايي وراي ناس كتيره قوي من المتابعين، شايفين ان الموقف اللي عمله محمد فؤاد دوت ما كانش ينفع يصدر منه خالص خالص ان ينفع يعمل حاجه زي كده. خلاص يا جماعه انا هقفل معاكم الفيديو بتاع ده، هنتقل معاكم لحاجه تانية برضو مهمه طالعه برضو هتكلم معاكم فيها. هي نقطه، اللهم صل على سيدنا محمد، الفنانه نبيله عبيد. الفنانه يا جماعه نبيله عبيد طالعه بتستغيث برئيس الجمهوريه، وطالعه بتستغيث بالمسؤولين، الحقوني الحقوني. شفنا على منصات التواصل الاجتماعي كلها طالعه تقول الحقوني، عايزين يطردوني من بيتي، عايزين يطردوني من شقتي. هي قاعده يا جماعه في شقه هنا في المهندسين في جامعه الدول. طبعا يعني ايجارها ممكن يكون 5 10 20 جنيه. انتوا عارفين بقى الايجارات بتاعت زمان اللي هي القديمه ديت. قلت لك شقه ذكرياتي، شقه دي انا ضيعت عليها، ضيعت عمري في الفن. طبعا انا مش عارفه احنا مالنا، احنا ما ضيعت عمرها في الفن ومش الفن. انت مثلا ما كنتيش بتقبضي من الفن ده مثلا وبتعملي حاجه البلد، ده انت افلامك كلها كانت نيله ومنيله ب 60 نيله.
المهم يا جماعه الخير ان هي طالعه دلوقتي بتستغيث برئيس الجمهوريه والمسؤولين عشان خاطر عايزين يطردوها من شقتها. طب ليه عايزين يطردوها من شقتها؟ ليه عايزين يطردوها من بيتها او ليه عايزين يطردوها من شقتها؟ بيقولك عشان خاطر دلوقتي في قانون في مصر هنا عن الايجارات القديمه اللي هو هيتنفذ، بيقولوا يتم تنفيذه بعد 7 سنين، ان اي حد يبقى قاعد في ايجار قديم بعد 7 سنين المالك هياخد الشقه منهم والكلام ده كله. طبعا اي مالك طبعا بيسمع القانون ده اكيد فرحان، لان الايجارات القديمه اللي هي 2 و3 و5 و10 جنيه والكلام ده كله مش في الزمن بتاعنا ده دلوقتي، ولا طبعا هيجيب هم خالص مع المالك. المهم يا جماعه الفنانه طالعه طبعا بتستغيث وتقول الحقوني وشقتي وشقه احلامي وقعدت وعشت عمري وذكرياتي وما اتجوزتش وما عملتش وعايشه مع امي فيها ومش هروح فين واجي منين والكلام ده. اما انت يا فنانه يلي يعتبر معاكي ملايين الملايين بتقولي اروح فين واجي منين وشقتي وذكرياتي واحلامي، امال باقي الناس اللي هي مثلا بقى اللي هم هيتطبق عليهم برضو القانون دوت اللي معهمش يعتبر الدخل بتاعهم او المرتب بتاعهم يا دوبك بيكفيهم عايشين اليوم بيوم والكلام ده كله، دول يعملوا ايه ودول يقولوا ايه ودول يروحوا فين ودول يجوا منين؟ يعني بصراحه يعني الاستغاثه بتاعتك ما كانتش في محلها خالص، لانك انت اكيد مقتدره انك تجيبي بدل الشقه كذا شقه، لكن الناس اللي انا بتكلم عليهم دول يا جماعه اللي هم عايشين اليوم بيومهم وقوتهم اليوم بيوم والكلام ده كله، اللي هم يعني يا دوبك بيكفوا نومهم او بيكفوا عشاهم نوم زي ما بيتقال. الناس دي تروح فين وتيجي منين وتجيب دلوقتي الايجارات الجديده والايجارات دلوقتي تجيبها منين؟ هي ممكن تتملك الشقه من صاحب الملك، ممكن ان هي تشتريها منه طبعا تمليك، فهي ليها حل. انا شايفه من وجهه نظري الاستغاثه بتاعتها ليها حل، انما انا طالعه بتكلم على الناس التانية اللي معهاش، اللي مش عارفين بعد كده هيعملوا ايه لما يتطبق القانون دوت ويمشي القانون ده عليهم، هيروحوا فين ولا هيجوا منين. بصراحه يا جماعه والله بجد الوضع كل مادة عمال بيسوء، والوضع كل مادة عمال بيبقى يعني عايزه اقول لكم بجد والله الدنيا دلوقتي بقت غريبه عجيبه دلوقتي، حتى في مشاكل كتيره قوي وفي احداث كتيره قوي عماله بتحصل دلوقتي، والواحد ما بقاش عارف احنا النهارده دنيا بكره ممكن الدنيا هتاخدنا لفين ولا ايه اللي هيحصل فينا. برضو يا جماعة من ضمن الحاجات برضو اللي عايزة اتكلم معاكم فيها هو الاحداث او الظواهر الكونية اللي بتحصل اليومين دول، والخطورة وارتفاع منسوب المياه بتاع البحر المتوسط مما يؤدي الى انفجار بركان او يؤدي الى تسونامي او هيؤدي الى زلازل او هيؤدي الى ظواهر كونية. من فترة وطلعت وقلت لكم ان يا جماعة ان الارض بتتهيأ لحاجة احنا مش عارفينها، احنا في احداث الزمان اخر الزمان فعلا، دي حقيقه صح، احنا بالفعل في احداث اخر الزمان. احنا دلوقتي يا جماعه والله بجد الذنوب كترت قوي، المعاصي كترت قوي، الفتن كترت قوي، يعني حاجات كتيره قوي. الدنيا دلوقتي لا بقت امان ولا بقى في دلوقتي، يعني عايزه اقول لكم والله بجد يعني الواحد بيقول يعني يا رب سلمنا وطلعنا سالمين غانمين كده من الدنيا وارزقنا بحسن الخاتمه، لان بجد كل يوم الدنيا عماله بتسور للاسوء. نسأل الله لي ولكم السلامة ولكل الدول العربية يا رب السلامة يا رب والنجاة، ويا رب يا رب كده يكفينا يا رب شر الغفلة. طب تعالي نختم الفيديو. حاضر يلا قولوا لهم استودعكم الله قولوا لهم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واستغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب اليه. قولوا لهم انا من ساعة ما جيت الدنيا دي وبقت في كوارث بتحصل، بقينا عايشين في غلا، بقينا عايشين في بلاوي زرقاء عماله تحصل، انت من ساعه ما خلفتك انت والدنيا بقت مش دنيا بصراحه يعني. الحمد لله طبعا على كل شيء، ده حر زي الخير والبركه طبعا، ربنا يبارك لكم ويجازيكم كل خير. ومتشكره جدا 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 للناس اللي بتدخل وبتقول لي يا ام حور احنا بنتفرج على فيديوهاتك للاخر وبنشوف الاعلان بتاعك وبنسيب الاعلان. حتى حور كمان برضو بيحبوا يتفرجوا عليها في اخر الفيديو، بيحبوكي، هم بيحبوكي ليه؟ بس بتقول لكم حطوا لي لايك، قول لهم حطوا لي لايك، قول لهم بوم. اسمها ايه اللي وراكي دي؟ لا اشغل لك ايه؟ اسمها ايه؟ شيشه. شيشه اجي بص قولي لبابا باي، قولي اعملي لمحمد باي باي، اعملي له باي، قولي لبابا باي عشان محمد بيحب يتفرج عليها. قول له باي يا بابا محمد طفشان يا جماعه مننا، مش قاعد معانا، قاعد عند والدته من ساعه ما ركبت هناك تكييف، هو كل يوم بيخلص شغله ويجري يقعد عندها، بيجيش غير الساعه 9 10 11 بالليل بيجي لي على النوم هنا. يلا الحمد لله على كل شيء، استودعكم الله. لو عجبكم الفيديو حطوا لنا اللايك، ما عجبكوش الفيديو حطوا لنا الديسلايك. اختلافنا في الراي لا يفسد للود قضيه، وانتظرونا ان شاء الله باذن الله في فيديوهات جايه كتيره قوي.
وبرضو عايزه برضو رايكم برضو في التغيير برضو في المحتوى، ان الواحد برضو يطلع يتكلم في اي حاجه. شجعوني بالله عليكم يا جماعه، والله بجد والله بجد يعني. انا بس مش عايزه منكم غير ان انتوا تشجعوني بس، يعني لايك، تعليق، كومنت، مشاهده الفيديو، مشاهده اعلان. ربنا يبارك لكم ويجازيكم كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عشان ما اطولش عليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.